فلول الأسد وفلول الهجرة وميليشيا قسد. شو شعوركم انتو هلأ بهي اللحظة وانتو عم تشوفوا الشعب السوري عم يختار وينتخب بكل حرية؟ شوفوا مثلا هي الفيديوهات. أنا عم بنتخب يا الخلق يا جماعة، لك أنا عم بنتخب بسوريا. يشكون الغالينا وين الغالي يشكون الغالينا، وعم بنتخب بحرية. وطلعت ومكتب الأمن ضيفني قهوة وقت قلت لهم ما في شيء. طبيعي جدا انه ما تعجبكم الحرية، امر عادي طالما انكم متعودين دائما على ايام حكم الاسد البائد انه تختاروا. اصلا انتم ما كنتوا تختاروا، انتم كنتوا بس توقعوا من تم ساكت، يعني تختاروا الشخص اللي بده اياه نظام الاسد انه يكون بالمنصب الفلاني. اما انك انت كمواطن سوري تعبر عن رايك وتختار الشخص يلي بدك اياه، كان بمجلس الشعب والكان بغيره، ما لك اي كلمه وما لك اي حريه وما لك اي اختيار انت، او ما لك اي كرامه كمواطن سوري. بينما اليوم هذا الشيء ما عجبكم، انه اليوم الشعب السوري يختار ممثله بمجلس الشعب او باي مؤسسه حكوميه او بمكان على مستوى الجمهوريه العربيه السوريه. هذا الشيء ما راح يعجبكم ابدا، لانكم متعودين دائما على البوط العسكري. واليوم الحمد لله الشعب السوري بكل ثقه وبكل حريه وبكل كرامه وبكل اعتزاز عم يختار ممثليه بمجلس الشعب وبأي مكان بكل حرية، وعم ينتخب بصوته بكل شفافية. يعني اليوم الكاميرات كلاتنا عم نشوف من خلال بس مباشر على المنصات والوكالات عم ترصد عملية انتخابات أعضاء مجلس الشعب بكل حرية وبكل شفافية وعلى مرأى العالم كله. ما في حدا يجي لعندك من وراء البرداي ويقول لك بتحط الشخص الفلاني غصبا عنك تشبيحا. اليوم الشعب السوري يا جماعة فرح جدا بهذا العرس الوطني اللي هو عم يختار ممثليه بمجلس الشعب بكل حرية وبكل شفافية. هذا الشيء والله صارنا عشرات السنين، والله عشرات السنين الشعب السوري يفتقد لهي الحرية.